السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة مالكم كده على القناة، لا حد متفاعل ولا حد متفرج ولا حد يسلي لايك ولا حد. والله ما إيه عملت لكم؟ كنا عملت لكم حاجة؟ طب أنا يعني مالكم؟ يعني اتفاعلوا كده إخواننا، يعني اتفاعلوا ماشي. ولو أول مرة تشوفوني، أنا أم المعتصم، ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلك، بس محدش راضي يتفاعل معايا يعني. يلا اشتركوا ونوروني وحطوا لي لايك زي الفيديو عشان الفيديو يتشاف. تعالوا النهاردة هنعمله وكلة بسيطة وسهلة، وبارك الله فيما رزق. ويعني بصوا، مش ضروري لحمة ومش ضروري، فرضنا ما فيش لحمة وما فيش أي بروتين حيواني، ولا نجيبوا البروتين النباتي نشتغلوا بيه. والله هنحبوه يعني. يعني مش نعملوه مغصوبين، يعني نعملوه حبينا. العدس ده احنا نعملوه حبينا يعني، وريدينا. ف... فيعني عادي خالص، تمام الدنيا. يلا نعمل مع بعضنا النهارده ايه؟ قطر عدس عاد، قطحة عدس كده. يا سلام يا بنت الشتا داخل كمان، حوشي 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 من جمال العدس في الشتاء. يدفيك كده ويشبعك وعن نفس العيال أتحبه ما شاء الله، مش هتشبع منه يعني، عيال يحبوه خالص يعني. فجيت هنا جبت حباية العدس حوالي ربع كيلو احنا هنعملوه يعني. وزي ما انت شايفة بصلاية وطماطماية وتوماية ومكعب مرقة، وحطيته ياخد ويدي ويغلي مع بعض في النار. وأول ما تحس إن هو استوى، هات الهاند بلندر بتاعك واضربيه. يعني بصي، مش افتكاسات. العدس أنحس معيش افتكاسات، معيش إن انت أصل العدس طعم عدس، هو عدس. ايه هتعملي فيه يعني؟ هو عدس يعني، فاهمة؟ فمعيش افتكاسات ولا عايز اقوله حديد كتير، لاني هتفتكسي فيه، هتعملي فيه حاجه جديده هتضيع طعمه. في ناس تحط له بطاطس، ممكن الجزر، لكن البطاطس لا، نحسه لا، رامي على حاجه تانية كده. لكن العدس عدس، لو سمحتوا نحترموا الطقوس ونحترموا الاساسيات وثقافتنا. محدش يلعب فيها، محدش يلعب في الاساسيات يا اخوانا لو سمحتوا. العدس عدس. فجيت هنا عاد ايه، ضربته بالهاند بلندر ونعمته. معاكي خلاط اضربيه بالخلاط، معاكي فراكه وفركيه بالفراكه. اهم حاجه ايه؟ ادعكيه في بعضه زين وظبطيه كده، عشان ايه؟ العيال حينظر له بصله مش هيرضى ياكل، حينظر له طماطمايه مش هيرضى ياكل. العيال المتجنفه دي، لما العيل لما ينظر له اي حاجه في الطبق يحلف ما يدوقها. هنا طبعا ما يحلاش العدس الا بحبايه الشطه المقليه. حطي معاها حبايه شطه مقليه يا بت تعيش، مش هتقدري تقومي من على الطبليه يعني. بصي هتقعدي تاكلي مش هتقومي من على الطبليه. جيت هنا جبت عاد الزبده البلدي، عشان ايه؟ هنعمل لما نعملوه اصفر مش نقدحوه، تمام. نسيح له سمنه زي كده، نشكشكها له ونحطها عليها. لكن لما نعمله اخضر بملوخيه نقدحه، نعمل له قدحه تومه يعني. فهنا انا هنعمل شويه كده وشويه كده. هنعمل دلوقتي هنعمل الحبايه الخضر اللي هي بملوخيه. في ناس تقول عليها بصاره، بس هي مش بصاره. البصاره اعتقد بالفول المدشوش. لكن اللي بالعدس ده متهيألي احنا مش هنقول عليه بصاره، احنا هنقول عدس بملوخيه عادي. شويه ملوخيه ناشفه كده مفروكه ومتعدله ومتمدله كده ومنفوخه وتمام. ورشه كده بمعلقه كده، عشان ايه؟ ما يبقاش ملوخيه بالعدس، هو عدس بملوخيه مش ملوخيه بالعدس. فايه؟ حاجه كده تكسر الطعم بتاعه او تكسر اللون بتاعه. طبقة خطيرة بصراحة، طبقة جميلة يعني. والله نحبوه يعني، حلو خالص يعني متهيألي كل اللي عارفنا عارف إن إحنا هنحبوا العدس يعني. عيالي ما شاء الله يحبوا العدس. فجيت هنا نديه رشة ملوخية كده إيه، مع القدحة اللي بالسمنة البلدي والثومة، ورشة الملوخية ده على العدس. يابا 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 يابا، خطير خطير خطير. وكمان قطر الشطة المقلية ده اللي معاه، يعني ما شاء الله. ولما الشتا يجيك الشتا، تروحي تجيبي معاه طبق اللفت، طبق اللفت المخلل كده، اللي عاملاه في البيت، مش اللفت اللي هنشتروه ده من الدكاكين، لا. اللفت اللي عاملاه في البيت ده، اللي لونه بينك كده، وتاكليه جنب قطر العدس. يا خيتي على الجمال ما شاء الله. يعني خطير. انا جعت والله العظيم، انا جعت من مجرد السيره يعني. المهم، جيت هنا عاد ايه، ظبطتها وعدلتها ورشيت لها رشه الملوخيه. ما تكترش الملوخيه عشان ما تبوظش منك الامور، هيقلب على اخضر بزياده وهيبقى شكله ملوخيه اساسا. فطعمه يعني يدوب معلقه كده، معلقه تخلي القوام مظبوط موت والطعم مظبوط جدا. وجيت هنا عملت التومة بالسمنة البلدي، عاد فحفحت الدنيا. وايه قال يا بيت طابخة. الريحة تدعك الدنيا، مش عارفة ليه ريحة قدحة العدس دي، مش عارفة ليه كده يعني. بصي، أنا مرتبطة معايا ريحة قدحة العدس دي بالمغارب كده بدري، واحنا وجايين من الكتاب في المغارب كده قبل يدان المغرب ومع يدان المغرب، وأمي أتقدح العدس واحنا داخلين من الكتاب كده، وداخلين على العدس فرحانين، داخلين على الريحة كده نشمش مو ونشوفوا أمنا ايه عاملة.
فريحة قدحة العدس بالنسبة لي أنا حاجة مميزة كده يعني. بس فجيت هنا عاد قدحتها وجيت ايه تستنى التومة كده تستوي زين عشان ما ترجعش ترد منيك تلاقيها مبيضة كده في الوكل. خليها تاخد حمارها زين بس ما تحرقيهاش يعني تبقيش خايبة. اظبطي نفسه. هنا انا خايبة هنا. انا حركت السمنة، حركت قطر السمنة ورحت غيرت الطاسة يعني. فاستروا عليا ولا كأنكم شايفين حاجة خالص يعني. احنا هنا ندعو للشفافية يعني. مش حندس منكم حاجة. بس فجيت رحت عاد قدحتها يا خيتي والجمال، وجبت جنبي على طبق الشطة المقلية وقطر الكمون عليها عاد وعيشي. ولو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا عاد باللايك والكومنت والاشتراك. السلام عليكم.